السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد، وإن شاء الله في الفيديو ده وسلسلة الفيديوهات اللي من النوع ده هنشرح حاجات ليها علاقة بالمحادثات العادية أو الريال إنجليش عموما، سواء إذا كان فيديو من على اليوتيوب، مشهد من فيلم، محادثة بيني وبين حد أمريكي مثلا، أو أي حاجة يعني ليها علاقة بالريال إنجليش. فالنهاردة يعني معانا فيديو من يوتيوب، هنسمع الفيديو أولا، وبعد الفيديو ما نسمعه ان شاء الله هنتكلم في كل حاجة عنه بالتفصيل وحاجات مشابهة ليه، وان شاء الله هتستمتع بالفيديو وهتستفاد ان شاء الله. فالفيديو اول حاجة يعني احنا هنتكلم عن القواعد اللي فيه، وهنتكلم عن النطق، وهنتكلم على الكلمات اللي فيه وازاي، وحاجات مشابهة برضو ان شاء الله هتستفاد. فتابع الفيديو للاخر. واولا كده هنبتدي بعرض الفيديو اللي احنا هنتعلم فيه النهارده. هتلاقي الكلمات او الحاجات اللي هنتعلمها جديد هتلاقيها كده معمولة هايلايت بلون شبه الأصفر كده شوية. In general, I'm a little reluctant to give advice because I don't know how to be a person. I mean, what the heck is even happening right now? Like, I'm either inside of a body that is made of meat, or else I am a body that is made of meat, and I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. It's a bit of a weird situation. Also, what do I know about being 25 today? When I was 25, there were no iPhones or YouTube or COVID. Really, I think you should be at least slightly suspicious of anyone who does claim to be able to advise you on how to live your life, unless those people are like loved ones who know you intimately, which, come to think of it, will be my first piece of advice. As with candy, be wary of advice coming from strangers. الفيديو بكل بساطة بيقول ان هو كان متردد ان هو يدي نصيحة، لان هو مش عارف الواقع الحالي. هو في ايام ما كان هو صغير، ايام ما كان 25 سنة، ما كانش فيه الحاجات اللي هي موجودة في الوقت الحالي. فهو يعني بيقول لك ان هو متردد بسبب الموضوع ده. فبيقول لك انك يعني ما تاخدش نصيحة برضو من اي حد الا الناس المقربين ليك، وتعامل مع نصيحة الغرباء زي انك بتتعامل لما حد يقول لك خد حلاوة مثلا. فده كل الفيديو النهارده، ودلوقتي هنبدأ بتحليله ان شاء الله يعني. In general, I'm a little reluctant to give advice because خلي بالك من نطق كلمة little. تعال اسمعها كده. And I'm a little more on the songwriting side. كلمة reluctant معناها ان انت متردد في انك تعمل حاجة معينة، متردد لدرجة ان انت مش عاوز تعملها. فتعال ناخد مثال. She was reluctant to take the job because it required her to move to another city. She was reluctant to take the job because it required her to move to another city. يعني هي كانت مترددة في انها تقبل الوظيفة، لان هي الوظيفة تطلبت ان هي تنتقل لمدينة تانية. يعني كانتش عاوزة تروح اصلا، ما كانتش عاوزة تاخد الوظيفة، ما كانتش عايزة تقبل الوظيفة ديتي بسبب انها هتخليها تنقل لبلد تانية. reluctant. تعال نسمعها بقى من حد غير جون جرين. تعال نسمعها من حاجة تانية. When people are afraid to take a risk, when they are really reluctant to do things differently, when people are afraid to take a risk, when they are really reluctant to do things differently. I'm a little reluctant to send all the money to Washington and then have it sent back to me. I'm a little reluctant to send all the money to Washington and then have it sent back to me. Yeah, I'm a little reluctant to embrace that. I'm a little reluctant to embrace that. في فرق بقى بين كلمة advise و advice. advise بالصوت الزي advise، والتاني advice اللي هي بالزي دي الفعل نفسه، اللي أنا بنصحك بكذا. إنما مثلا الادفايس اللي هي النصيحة نفسها، الادفايس بالسي. تعال ناخد مثالين إن شاء الله عشان يوضحوا الفرق ما بينهم. I advise you to study harder. يعني أنا بنصحك إنك تذاكر بجد. I advise you to study harder. His advice was very helpful. يعني نصيحته كانت مفيدة جدا. تعال نسمع الاتنين بقى، سواء إذا كانت advise ولا advice، وهتعرف الفرق ما بينهم لوحدك إن شاء الله. And I really started pushing hard on the management to advise the employees. And I really started pushing hard on the management to advise the employees. Unfortunately, that advice was not followed.
In general, I'm a little reluctant to give advice. I mean, what the heck is even happening right now? دلوقتي لو نفترض ان انا بسجل وفجأة لقيت الصوت مش شغال، المايك ما بيسجلش مثلا، فجأة اجي قايل مثلا what the heck what the heck what the heck، يبقى خلي بالك من نطق what the heck، ده مش بتتقال هي ذا صريحة، لا what the what، يعني تخطف كده بس لسانك، بيكون لسانك بيخبط كده بس في سنانك وبيرجع، مش بيطلع، مش بيتحط بين سنانك، مش بين سنانك زي كده، يعني اللي هو مش بيتحط كده مثلا، مش بيتقال زي كلمة ذا، لا what the heck. تعال نسمعها من حد تاني مختلف. What the heck this stuff actually means. What the heck this stuff actually means. I mean, what the heck is even happening right now? Like, I'm either inside of a body that is made of meat, or else I am a body that is made of meat, and I'm... كلمة either or either ليها كذا استخدام. هناخد استخداماتها، بس قبل ما ناخد استخداماتها عايز اقول لك ان هي ليها النطقين، والنطقين ما فيش اي اختلاف ما بينهم. يعني انا سألت كذا حد امريكي وقال لي ان انا بنقل ما بين either و either الاثنين في نفس الوقت بدون اي مشكلة تماما. في ناس بتقدر تقول ان هو الناس اللي هي من south بتقول either، والناس اللي هي من north بتقول either، فبالتالي مفيش فرق خالص في النطق الامريكي بين either و either، مش واحدة امريكي والتانية بريطاني، لا الاثنين مستخدمين هنا وهنا، فما تقلقش استخدم اي واحدة فيهم تريحك، يعني سواء either او either. تعال اقول لك بقى يعني either بتستخدم في ايه بالظبط. كلمة either ليها كذا استخدام، ممكن اقول لك مثال وانت حاول تخمن معناها ايه هنا. المثال اللي معانا You can take either road to reach the city. You can take either road to reach the city. تقدر تخمن معناها ايه؟ هنا معناها هنا اللي هو تقدر تاخد اي طريق منهم عشان توصل المدينة. اي يعني هنا بتخيرك ما بين حاجتين، either معناها هنا اي. ممكن ناخد معنى تاني لكلمة either. I don't like coffee and I don't like tea either. يبقى دلوقتي كلمة either هنا معناها أيضا، بس بتستخدم في الجملة المنفية مش أي جملة وخلاص. يعني I don't like coffee and I don't like tea either. كمان ممكن نقول مثال تاني We can either watch a movie or play a game. We can either watch a movie or play a game. يعني ممكن هنا معناها كلمة أو، ممكن نحن نعمل كذا أو كذا، بتستخدم مع كلمة or، يبقى either or. We can either watch a movie or play a game. تعال بقى نسمعها من حد مختلف، وهتسمعها either وهتسمعها either الاتنين في نفس الوقت. There's no rule either at how fast you have to read them. There's no rule either at how fast you have to read them. We wouldn't get anything done either. Like, I'm either inside of a body that is made of meat, or else I am a body that is made of meat, and I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. كلمة literally هي نطقها صعب شوية، يعني أنا قعدت زمان أحاول معاها كتير عشان أعرف أجيبها صح. كنت تحاول كده معاها ببطء لحد إن شاء الله ما تيجي معاك لوحدها، وحاول تسمعها كتير بحيث إن أنت تعرف تتقنها، وإن شاء الله أسمعها لك من كذا حد مختلف بحيث إن أنت إن شاء الله تعرف تجيبها لوحدك. هي بتتقال literally. يبقى كلمة literally معناها حرفيا. تعال ناخد أمثلة عليها. The car literally exploded. يعني السيارة انفجرت حرفيا. I'm literally starving. يعني أنا حرفيا بموت من جوع. I'm literally starving. Literally. That literally saved the world. Literally. I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. What do I know about being 25 today? الثلاث كلمات دول what do I لما بيتقالوا كده مع بعض، ولما بيتقالوا ورا بعض في جملة بيتقالوا بسرعة جدا لما نكون احنا بنتكلم بسرعة طبعا، اللي هما what do I know. حاول تقولها كده أكتر من مرة ورا بعض كده بحيث إنك إن شاء الله هتجيبها. يعني دول ديت الثلاث كلمات دول سهلين. what do I know.
What do I know about being 25 today? 25 هي دايما مشهورة ان احنا بنوقع حرف تي في معظم الناس اللي بيتكلموا بالنطق الامريكي. يبقى حرف التي بيقع لما بيجي بعده حرف الان، لان الان ده صوت قوي فبيوقع حرف التي. يبقى هي 20 international interview. تعال بقى نسمعها كده من كذا حد بحيث ان احنا نشوف. لكن حابب اقول لك قبل ما نسمعها ان في ناس بتظهر حرف التي عادي جدا يعني، لكن المعظم ما بيظهرش حرف التي. Of an international system. Interview more people. 20 hours. Really, I think you should be at least slightly suspicious of anyone who does claim to be able to advise you. كلمة slightly معناها بدرجة خفيفة أو بدرجة طفيفة أو قليلا. يعني احنا عندنا بالمصري كده معناها كلمة شوية. يعني تعال أقول لك مثال وهتفهم إن شاء الله معناها. تعال مثلا نقول لك مثلا the coffee is slightly hot. The coffee is slightly hot معناها إن القهوة سخنة قليلا، معناها إن القهوة سخنة شوية. The coffee is slightly hot. But I would express them slightly differently. But I would express them slightly differently. كلمة suspicious معناها إن أنا شاكك في حاجة معينة أو مرتاب من حاجة معينة، حالة الشك اللي بتجيلي تجاه حاجة معينة. ممكن نقول مثال The police became suspicious of his behavior. The police became suspicious of his behavior. يعني معناها ان البوليس يعني كان شاكك في سلوكه في تصرفاته يعني. It's very suspicious to me. It's very suspicious to me. كلمة claim بحكم شغلي في الكاستمر سيرفيس تقريبا بسمعها كل يوم مرات ومرات. هي معناها ان حد بيزعم او بيدعي حاجة معينة. تعال ناخد مثال. He claims that he saw Muhammad Salah last night. He claims that he saw Muhammad Salah last night. يعني هو زعم ان هو شاف محمد صلاح امبارح. يعني ممكن نكون مثلا احنا مش مصدقينه فاحنا بنقول he claims that he saw Mo Salah last night. يعني اللي هو بيدعي ان هو شاف محمد صلاح امبارح. He claimed the insurance money after the accident. He claimed the insurance money after the accident معناه ان هو حاصل على الاموال بتاع التأمين بتاع السيارة مثلا بعد الحادثة. People almost universally claim to hate it. People almost universally claim to hate it. On how to live your life unless those people are like loved ones who know you intimately. كلمة intimately بتعبر عن علاقة إذا كانت علاقة عاطفية أو علاقة جسدية، ومش لازم تكون علاقتك بشخص. يعني مثلا أنا علاقتي بالتليفون ده علاقتي مثلا بالبلد اللي أنا عايش فيها. يعني ممكن تعبر عن كده بحيث إن أنت تظهر مشاعر كتير جدا مثلا ناحية التليفون أو البلد اللي أنت عايش فيها. يبقى هي كلمة intimately. intimately. تعال ناخد مثال إن شاء الله وهتوضح معنا أكتر. He knows the city intimately after living there for 20 years. He knows the city intimately after living there for 20 years. He knows the city intimately after living there for 20 years. معناه إن هو يعرف المدينة بشكل جيد بعد أن عاش فيها يعني 20 سنة. And I've worked very intimately. Unless those people are like loved ones who know you intimately. As with candy, be wary of advice coming from strangers. كلمة as with candy معناها اللي هو عشان تقول لك كما هو حالك مع الحلاوة. لما حد مثلا غريب يقول لك خد حلاوة، تعامل مع النصيحة أكنك بتتعامل مع الحلاوة دي، بحيث إن أنت يعني تعامل معاها بحرص شديد. يعني ما تاخدهاش كده وخلاص، لا، تاخد الحاجة تحللها وتشوف إيه نظامها بالظبط. يبقى كلمة as with candy اللي هو كما هو حالك مع الحلوى، يبقى تعامل مع النصيحة كما هو تعاملك مع الحلوى لما تاخدها من حد غريب. As with candy, be wary of advice coming from strangers. دلوقتي بقى عرض لك الفيديو مرة بكلمات موجودة تحت ومرة من غير الكلمات، والمرة الأخيرة كده هيكون الصوت متلخبط شوية. يعني يكون الصوت فيه أكنك بتسمع الفيديو في مكالمة تليفون، بحيث إن هو ينمي المهارة عندك، مهارة الاستماع عندك، وتعرف تستوعب كل ده إن شاء الله. بس كده، وأسيبكم مع الفيديو للآخر. لو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو في أي تعديل مثلا على الطريقة اللي هو طريقة الشرح، مثلا أركز على قواعد أكتر، أركز على النقطة أكتر، أركز على حاجة معينة ليها علاقة مثلا بجزئية معينة اتقالت في الفيديو أو أنا نسيتها مثلا، ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات. بس كده، يعني أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. In general, I'm a little reluctant to give advice because I don't know how to be a person. I mean, what the heck is even happening right now? Like, I'm either inside of a body that is made of meat or else I
am a body that is made of meat, and I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. It's a bit of a weird situation. Also, what do I know about being 25 today? When I was 25, there were no iPhones or YouTube or COVID. Really, I think you should be at least slightly suspicious of anyone who does claim to be able to advise you on how to live your life, unless those people are like loved ones who know you intimately, which, come to think of it, will be my first piece of advice. As with candy, be wary of advice coming from strangers. In general, I'm a little reluctant to give advice because I don't know how to be a person. I mean, what the heck is even happening right now? Like, I'm either inside of a body that is made of meat, or else I am a body that is made of meat, and I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. It's a bit of a weird situation. Also, what do I know about being 25 today? When I was 25, there were no iPhones or YouTube or COVID. Really, I think you should be at least slightly suspicious of anyone who does claim to be able to advise you on how to live your life, unless those people are like loved ones who know you intimately, which, come to think of it, will be my first piece of advice. As with candy, be wary of advice coming from strangers. In general, I'm a little reluctant to give advice because I don't know how to be a person. I mean, what the heck is even happening right now? Like, I'm either inside of a body that is made of meat, or else I am a body that is made of meat, and I'm trying to live in a world where literally everything dies except for things that never lived. It's a bit of a weird situation. Also, what do I know about being 25 today? When I was 25, there were no iPhones or YouTube or COVID. Really, I think you should be at least slightly suspicious of anyone who does claim to be able to advise you on how to live your life,